السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. نرجع بقى للكرة المصرية بتاعتنا والأندية تاني. نرجع للنادي الأهلي ونرجع لنادي الزمالك. طبعا الأهلي العالمي ومدربه العالمي مارسيل كولر، اللي ربنا يكرمنا إن شاء الله ويستمر معانا أطول فترة ممكنة. نشكر كابتن محمود الخطيب طبعا إن هو يعني فوت علينا فرصة انضمام روي فيتوريا للنادي الأهلي وإن يقود المسيرة قبل مارسيل كولر، وهو اللي رفضه. وبالبلدي كده قال عليه ده مدرب جاي سبوبة. يعني الراجل يسأله النادي الأهلي بياخد بطولات على طول وكده، يقول له طب هتدوني كام؟ الجماهير ما بترضاش إلا بالفوز. يرد عليه يقول له طب الشرط الجزائي كام؟ فكابتن الخطيب فهمه. فشكرا، ألف شكر يا كابتن الخطيب، إن الحمد لله حازم إمام خطف منك روي فيتوريا، وكان انتصار ساعتها للمنتخب المصري على النادي الأهلي، انتصار رهيب. فالحمد لله على نعمة كولر. نرجع بقى كده للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص عمل صفقتين لغايه دلوقتي في الانتقالات الشتويه، وبيسعى للصفقه الثالثه. الصفقه الاولى كانت وسام بن علي وعمر كمال عبد الواحد. الصفقه الثانيه من فيوتشر. والصفقه الثالثه خلاص برجوع بقى علي لطفي من نادي زد، اعاره 6 شهور للنادي الاهلي. والنادي الاهلي ربنا يسهل كده ويلحق يخلص الاجراءات بتاعته. مع اعتراضي انا عن نفسي، انا شخصيا كاحمد حسن انا معترض على الخطوه دي. الكلام كله كان رايح ان احنا نجيب حارس مرمى يعني عنده خبره قاريه وافريقيه والكلام ده. وعلي لطفي ما خدش خبره الراجل الافريقيه، ما لعبش كتير. يعني لا لعب كتير افريقيا، وفي كاس العالم يا دوبك كان ماتش ولا حاجه، ماتشين في البطوله اللي كان غايب فيها الشناوي. فالدنيا يعني ما كانتش مظبوطه، يعني مش عارف. لكن علي لطفي طبعا من الناس اللي كانت هاديه في النادي الاهلي، ما عملتش مشاكل وهي خارجه. وفي طول فتره عقد واحتياطي لمحمد الشناوي ما عملش مشاكل. حارس كويس جدا على فكره. بس انا كان نفسي ندي لاولادنا بقى، يعني حمزه علاء وشوبير ياخدوا فرصه. يعني اصل دول يعني 24 سنه و23 سنه، هياخدوا فرصه امتى؟ مش فاهم بصراحه. يعني لغايه دلوقتي انا كده، يعني هل علي لطفي هيبقى اساسي وشوبير هو الاحتياطي بتاعه؟ لان في كلام ان حمزه علاء هيروح زد 6 شهور دول. فمش عارفين، يعني هيبان طبعا الكلام ده الفترة الجاية يعني. مع عدم، يعني انا ما اتمناش ان الصفقة تتم بتاعت حارس المرمى بصراحة، ايا كان اسم الحارس على فكرة. يعني مش شخصيا مع علي لطفي، لا. يعني انا كنت معترض برضو على جبل، مع ان جبل طبعا يعني هيبقى اعلى شوية في الخبرة الافريقية، لكن برضو كنت معترض عليه. لانه برضو هيقعد مصطفى احتياطي، او نمشي مصطفى شوبير لو انتوا شايفين ان مصطفى شوبير ما يشيلش النادي الاهلي الفترة الجاية. لان محمد الشناوي برضو خلاص. يعني محمد الشناوي دلوقتي 35 سنة 36 سنة، فخلاص الراجل برضو قرب. فلو مصطفى شوبير ما يشيلش الأهلي 10 سنين جايين، يبقى خلاص، يبقى نستغنى عنه من دلوقتي، يبقى ملوش لازمة في النادي الأهلي. فربنا يكرم إن شاء الله النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده سكواد عالي جدا، والراجل تمسك بكل الناس. هو خلاص اللي خرج رسميا من النادي الأهلي هو صلاح محسن، خرج انتقال حر للنادي المصري البورسعيدي. ربنا يوفقه. احنا كنا يعني خلاص رمينا طوبته من زمان، والحمد لله ان هو اتنقل لنادي تاني يعني. انا شايفها خطوه كويسه جدا يعني. ندخل بقى على النادي المنافس نادي الزمالك. يعني بيعلن عن 500 صفقه في نفس الوقت، مش 500 500، يعني 499. في شويه صفقات كده للزمالك، هنقول كده معظمها اللي تم، وفي حاجات لسه بيحاولوا يتمموها. احنا لسه طبعا التسجيل عندنا في مصر مفتوح لغايه يوم 22 فبراير، يعني لسه قدامهم يعني تقريبا من بكره 22 يوم، فلسه بدري. لكن الاهلي طبعا عايز يخلص صفقه علي لطفي عشان يلحق يأيده افريقيا، عشان ان خلاص 31 يناير القيد الافريقي بيتقفل، فلازم يسجلوا في الاتحاد المصري وبعد كده يسجلوا في الاتحاد الافريقي. فمسهل ان شاء الله. نقول كده الصفقات اللي تمت والصفقات اللي لسه هتتم لنادي الزمالك. اللي تمت خلاص ياسر حمد، ده فلسطيني وكان حر، يعني ما عندوش نادي. فده مدافع واتنقل خلاص رسمي لنادي الزمالك. هو طبعا كان احتياطي في كل ماتشات المنتخب الفلسطيني لغايه ما خرج من كاس اسيا، تقريبا ما لعبش ولا ماتش معاهم يعني. لكن هو مدافع، البنيان قوي والكلام ده هنشوفه طبعا، وكان ليه تجربه مع النادي المصري قبل كده 6 شهور. فهنشوف مستواه مع نادي الزمالك ايه الاخبار. تاني لاعب الجناح طنطا محمد عاطف،
مهاب ياسر من الداخلية، أحمد حمدي تفتكروه طبعا اللي كان في الأهلي وبعد كده عمل مشاكل وراح لعب في الدوري تقريبا الكندي حاجة كده، فكان لاعب حر والزمالك اشتراه اليومين اللي فاتوا. محمد شحاتة خط وسط المنتخب الأولمبي، لعيب كويس جدا وسنه صغير، وده من طلائع الجيش. عبد الله السعيد طبعا لاعب النادي الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز السابقين، وانضم أخيرا لنادي الزمالك. في 2 لعيبة تحت السن، في لاعب اسمه موتابا موتابا ده من أوغندا وما لعبش خالص قبل كده أو جايب جون تقريبا مع الفريق بتاعه. وفي فينيسيوس سوزا ده لاعب برازيلي ما لعبش ولا دقيقة مع الفريق البرازيلي من انترناسيونالي البرازيلي وما لعبش معاهم خالص. مش عارف هو اسمه فينيسيوس سوزا، هل هم فاكرينه فينيسيوس بتاع ريال مدريد؟ يمكن. فبس طبعا بيقولوا عليه كلام خطير وبتاع، فهنشوفه. يعني هو لاعب صغير في السن ومهاجم طبعا، برازيلي الجنسية، وهنشوف أخباره إيه لما يجي. في 3 صفقات لسه الزمالك بيتكلم فيها لكن لسه ما انتهتش. أقواهم اللي أنا شايف أقوى واحد فيهم محمود صابر، اللي هو برضه خط وسط المنتخب الأولمبي واللي كان جاب جون صاروخ في منتخب المغرب اللي انتهى ساعتها لصالح منتخب المغرب. اتغلبنا في الماتش ده، كان ماتش النهائي. لكن محمود صابر من أحسن المواهب اللي موجودة في مصر في منطقة نص الملعب. أنا نفسي مش عارف بيراميدز هتسيبه إزاي، يعني مستغرب جدا يعني. وناصر ماهر اللي كان لاعب في النادي الأهلي واتنقل بعد كده لفيوتشر. وفادي فريد، ده ال3 صفقات اللي هم لسه بيتكلموا فيها، وهم طبعا يعني فرحانين قوي باحمد حمدي وناصر ماهر. بيقول لك يلا هوبا اديناكوا قفا زي كهربا وامام عاشور، حاجه غريبه. 2 لعيبه اصلا الاهلي رمى طوبتهم من زمان ورماهم وما سالش عنهم تاني، وكان قدام الاهلي باشاره من صباعه كده يقول لهم تعالوا يرجعوا طبيعي. لو قال لاحمد حمدي ارجع بيتك هيرجع، بس هو خلاص الاهلي قفل صفحته وما رجعوش تاني. ناصر ماهر نفس الكلام برضو، الاهلي من ساعه ما باعه ما فكرش فيه تاني ومستواه قل كتير جدا عما كان موجود في النادي الاهلي، فبالنسبه لنا ملوش لازمه. فبلاش الزيط الله يبارك لكم، يعني خليكم في حالكم كده واعملوا فريق. يعني انتوا يا دوبك بتكونوا فريق. انتوا اشتريتوا كام لعيب؟ اقول لك انا: 1 2 3 4 5 6 8 لعيبه، وفي 3 بتتكلموا 11 لعيب، وفي كلام عن 14 لعيب. ربنا يكرمكم يعني. بس انتوا عندكم لعيبه انا مش عارف هتبيعوها ازاي. يعني انتوا طلعتوا محمد عبد الغني لغايه دلوقتي، وكان في كلام على السيسي واشرف روقه لسه يعني، وفي عندك ابراهيم نضاي وكينيولا. ده انتوا عندكم بلاوي، ربنا يعينكم بصراحه. فمش عارف تطلعوا اللعيبه دي ازاي عشان تدخلوا مكانها لعيبه تانية. ف عندكم طبعا اكيد حواء في النادي ولا حاجه يعملوا الحركه دي. فربنا يكرم ان شاء الله، يمكن يبقى لينا منافس في الدوري. انا فرحان والله ان الزمالك بيعمل كده ورجع للقيد والكلام ده، عشان يبقى فيه منافسه شويه، لان الاهلي ملوش منافس. فنفسي يبقى فيه شويه منافسه كده، بس نحس ان في دوري مصري بيتلعب وان في منافس للنادي الاهلي. يا مسهل. دي كانت اخبارنا النهارده عن الاهلي والزمالك، وهيبقى فيه اخبار الفتره الجايه كتير ان شاء الله. احنا فضينا خلاص، مصر خرجت من افريقيا وبنتابع يا دوبك دور الثمانيه الفتره اللي جايه مع الفرق اللي وصلت، ال8 فرق اللي وصلوا من افريقيا كلهم بعد خروج كل المنتخبات العربيه. فهنركز بقى شويه مع الاهلي والزمالك، لان خلاص كده المفروض ان شاء الله على الكلام اللي طالع من الحاج عامر اسبوع ان شاء الله ونرجع للدوري المصري. فيا مسهل الحال يا رب. عوده للدوري المصري من جديد، والاثاره والمتعه في الايجيبشن ليج. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع الهاوي الابد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده، وكمان صفحه الفيسبوك اعمل لايك وشير. تصبحوا على الف الف خير. السلام عليكم.